لا طبعا مش موافق. مش موافق ليه؟ انت مش عاوز بنتك تتجوز؟ اهم حاجه عندي دلوقتي انها تخلص دراستها، وحاجه زي دي ممكن تعطلها. بعدين كل اللي فاضل لها عشان تسيب الجامعه كام شهر يعني. انا مش فاهم هم مستعجلين على ايه. بصراحه الولد مش مستريح لك، هو خايف بعد ما تخلص تخش في دماغها وتقول لها سيبيه. يا ريت كنت اقدر واكون خلصت من الجوازه اللي انا مش بليعها دي، لكن للاسف البنت بتحبه وانا ما اقدرش على زعلها. خلاص احنا نكتب الكتاب وبعد ما تخلص يدخل. انت بتقولي ايه؟ ما قلت لك مش موافق. انت كل شويه تزعقلي، بتهتني ولا ايه؟ كل ما اقول يمين هتقول لي شمال. هو ده الكلام اللي ملوش معنى. عارفه انت عايزه ايه يا ناهد؟ عايزه تنفذي كلامك وبس. حق عليا اللي قلبي على مصلحتكم، والله ما تستاهلوا. خلاص يا ستي ما دام ما نستاهلش، ريحي نفسك وريحينا وما تعمليش خدمه لاي حد فينا. اريح نفسي دلوقتي؟ الله يرحم، ده انت ما كنتش تعرف تروح ولا تيجي من غيري. الحمد لله كبرت واتفطمت وبقيت اعرف الصح من الغلط. يعني انت عيشتك معايا كانت غلط؟ غلط وستين غلط. استريحتي؟ استريحت عشان اتاكدت ان انت اناني وناكر للجميل وما بيطمرش فيك. نعم. اريح نفسي دلوقتي؟ الله يرحم، ده انت ما كنتش تعرف تروح ولا تيجي من غيري. الحمد لله كبرت واتفطمت وبقيت اعرف الصح من الغلط. يعني انت عيشتك معايا كانت غلط؟ غلط وستين غلط. استريحتي؟ استريحت عشان اتاكدت ان انت اناني وناكر للجميل وما بيطمرش فيك. نهد نهد ارجوكي ما تغلطيش فيا. غلط مين يا ابو غلط؟ انت اخر واحد تتكلم عن الغلط. انا اللي ساكته على غلطك وقرفك وخيانتك. انا بخونك؟ تاخد سميره معاك اسكندريه كل اسبوع ولما اسالك تقول لي مأموريه في الشغل، وانا اقول معلش بيتي وولادي نزوه وهتعدي. تجيب نسوان المحل اللي انت فاتحه على البحري وانا اقول برضو معلش بيتي وولادي ونزوه وهتعدي. هو انت فاكرني هبله ولا انا نايمه على وداني وما اعرفش ولا انا كبلت وراحت عليا؟ لا يا حبيبي، انا لو سبتك النهارده 1000 واحد يتقدموا لي. ده انت اكيد مخك فوت. ما هو ده بقى الكلام اللي انت حاشي بيه دماغ العيال دي. مخها فوت، ما تاخدوش عليها، فوتوا لها منك لله. ولادي بعد ما كانوا في حضني خليتني غريبه في وسطهم. عارفه ليه؟ لانك مش قادره تتصوري انهم كبروا وان من حقهم يختاروا حياتهم. واحده تختار ميكانيكي تحبه وانت تداري عليها، وتختار تدخل ورشه شركه وتسحب الفلوس من ورا اهلها وانت تداري عليها، والواد يختار بنت عدوة امه اللي عايزه تخطف ابوه وانت تداري عليها. حرام عليك، دول في سن محتاجين التوجيه. بس انت توجه ليه؟ هو انت تعبت فيهم؟ طبعا تعبت، بس انت لازم تراعي مشاعرهم عشان يفضلوا يحبوكي. كانوا بيحبوني قبل انت ما تلعب في دماغهم. انا هجيب لك من الاخر، انا ولا عايزاهم يحبوني ولا عايزاك تحبني ولا انتوا كلكم على بعضكم بقيتوا لازمني. خلاص؟ طب انت عايزه ايه؟ يا جماعه مش ممكن السلبيه اللي احنا فيها دي، لازم نعمل حاجه. حاجه زي ايه يعني؟ احنا ندخل لهم ونعيط. بس بلاش هبل، انت عبيطه يا بت. انا كرهاك، مش طايقه ابص في وشك، من فضلك طلقني. إذا كان ده قرارك النهائي عاوزك تفكري كويس عشان ما تحسيش بالندم بعد كده. انت بتهددني؟ لا، عاوز اريح ضميري. النهارده اتطلقت. يا جدو انا انيسه، تعالى بسرعه يا جدو، في مصيبه كبيره، تعالى بسرعه. احنا كنا اتفقنا خلاص. انت ايه بتضحك عليا بتاخدني على قد عقلي؟ لا اهدي وبلاش جنان. جنان كلمه الجنان بقت زي اللي بقى في بقك. طب ما تريح نفسك من المجنون دي وتطلقها. مش هطلقك. هتطلقني ورجلك فوق رقبتك؟ انت بتضحك عليا ولا ايه؟ ما بضحكش عليكي، ووطي صوتك عشان ولادك. ولاد مين؟ ولادك انت يا حبيبي. دول الكلاب اللي كانوا بيتفقوا معاك عليا، اللي كنت بقيت سرهم وانا بقيت العدو. امهم اللي ربت وكبرت وهنت وعلمت وطبطبت وشالت وعملت، بقيت
انا مش عايزه اعيش معاكم. انا همشي من البيت، انا مش هعيش معاكم. انت طلقني دلوقتي. ماشي هطلقك، بس اهدي اهدي وهطلقك وقت ما انت عايزه. لا يا حبيبي مش وقت. انت طلقني دلوقتي حالا، انت طلقني دلوقتي حالا. طيب هنتطلق. تعالي بس نخش اوضه النوم نتفاهم. اوضه النوم انا مش هدخلها معاك تاني، والبيت ده مش هتقفل علينا وانت موت تاني. اهدي يا ماما، اهدي بس يا ماما، اهدي بلاش كلام عبيط يا ماما. انا كلامي عبيط شقليل. يلا خشوا اوضتكم. لا ما يدخلوش اوضتهم. يدخلوا اوضتهم يعملوا ايه في اوضتهم؟ يقفوا يتفرجوا على خيبه ابوهم الراجل المحترم، الراجل اللي كنت بجيبه من عند كل ست شويه يا حبيبي، اللي كنت عاملاه ناموسك وكنت حاطه في قلبي عشان صورتك قدام ولادك بلا 60 نيله. ده انت زفت، انت هباب، انت قطران، انت جننتني، انت حرقت دم انت وعيالك، انت منك لله. ده اول مره دي عليك. لو عندك كرامه طلعني، انت راجل محترم ما تخلينيش اخلعك. انت طالق يا ناني. وايه حكايه المكالمه المرعبه اللي اتكلمتها دي؟ الحق ماما بس الاول. مالها ماما؟ ماما وبابا واضح ان الحياه بينهم متدربكه قوي. وهي فين ماما؟ جوه في الاوضه. اتفضل يا جدو. قلت ايه يا ناهد؟ انا مش هقعد في البيت ده ثانيه، انا ماشيه. يا بنتي اهدي شويه وفكري كويس. لو حضرتك مش عاوزني اقعد معاك مفيش مشكله خالص، اروح اقعد مع نصله، اروح اقعد مع تفيده، اروح اقعد في اي لوكاندا، انا ما عنديش مشكله خالص. يعني مفيش فايده. انتي متشائمة كده ليه؟ يمكن يتصالحوا. جدو جاي يا جماعه وان شاء الله هيصالحهم. اكيد هيتكسفوا منه. ايوه اكيد هيعملوا له حساب وان شاء الله هيصالحهم. صالحهم ازاي بقى؟ خلاص اتطلقوا. خليك قاعد خليك قاعد. ايه يا سعيد؟ ما تستهدى بالله. لا اله الا الله. ده انت الراجل، يعني المفروض تستحمل شويه. يرضيك ان كل واحد فينا يعيش مع التاني غصب عنه؟
دي عشرة 22 سنة يا سعيد، تهون عليك العشرة دي كلها؟ مش احسن ما تهون عليا نفسي؟ دي غلطت فيا. انا شايف ان الوضع ده احسن لينا احنا الاتنين. ازاي يا جدو مش قادر تقنعهم؟ اقنعهم ازاي يا بنتي وكل واحد راكب دماغه؟ بس ماما برضو يا جدو بتسمع كلامك. دي حياتي يا ابني، ما اقدرش اغصبها. واضح يا جدو ان حضرتك مش موافق ان هما يرجعوا لبعض. انتوا اصلكوا لسه صغيرين. انا قبل ستكم ما تموت بسنة زعلنا مع بعض انا وهي زي ابوكوا وامكوا كده، واتطلقنا وسبت انا البيت. بعد اسبوع لقيتها بتكلمني بتقول لي يا عبدو تعال يا عبدو، انا مش قادر اعيش من غيرك. لقيت نفسي بسرعه بقول لها وانا كمان يا نونو، ورجعنا لبعض وكأن شيئا لم يكن. يعني ماما وبابا ممكن يرجعوا لبعض تاني؟ ما اقدرش اكدب عليك، ممكن وممكن لا، ده حسب احتياج كل واحد منهم للتاني. يظهر المأذون وصل.